الاسئله الثانيه على الاب ديال الراجل ديالي، عنده المراه الثانيه من غير عكوستي توفات الله يرحمها. نعم. وعنده امراه اخرى ولد معها الولاد، ودابا كتب لها الدار. نعم. كتب لها الدار الراجل ديالي بحال اللي بقى فيه الحال، هو وخواتاتو تاع من خاه واختو. نعم. بقى فيه الحال، وكيقول ودي يعني بحال دابا كيقول لك ما نقدرش نمشي لديك الدار، الاب ديالو باقي حي ويقول لك ما نمشيش نتما. نعم. هضروا معاه بعدا في الموضوع، هضروا معاه وهدار معاه يعني بدون نتيجة. ما عنده زعما حتى شي حاجة. واخا. طيب نجيبك بلال، شكرا لك من مدينة شفشاون الجميلة. طيب سؤال ثاني على الأب ديال الزوج ديالها، عنده مرأة ثانية ووليدات آخرين وكتب ليهم الدار وما كتبش الوليدات الأولين، فبالتالي هذا الابن دابا ما بقاش كيمشي عند باه. نقول أن هذا ظلم، هذا ظلم، وكثير ما كنسمعوه في الأسئلة اللي ترد علينا عبر هذا البرنامج، سواء في الإذاعة أو هنا في القناة شادة تيفي عبر النصات، ترد علينا مثل هذه الأسئلة. ربما البارح تلقينا سؤال: إنسان يحرم أبنائه، المرة الأولى عاطيهم، المرة الثانية حرمهم، أو لا تتلقاه المرة الثانية كيعطيهم والأولى يعني ربما نكاية فيهم أو شي حاجة قديمة، شي حاجة ديال الحساسيات بيناتهم تيحرمهم. أنا تنقولوا أن حرمان الأبناء ديالك من الصلب ديالك ذكورا وإناثا، حرمان أحدهم يعتبر ظلما في حقهم، وستسأل عنهم وسيسأل عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عنده بشير بن النعمان بن بشير عفوا، وقال له: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلا، ولدي هذا وجايبه معاه، قال لي هذا راه عطيته حديقة. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: هل نحلته مثلهم، يعني أعطيتهم حاله؟ قال: لا. قال: هذا جور لا تشهدني عليه، جور، ظلم في حق الأبناء، وغادي يحملوا هذا الشخص هذا على ظهره يوم القيامة. فساووا بين أولادكم في العطية كما قال صلى الله عليه وسلم، ذكورا وإناثا، ولا تغيروا أحكام الله، ولا تعطلوا أحكام الله، ولا تشوهوا أحكام الله، وما تخليوش هذه الأمور هذه ذريعة لبعض المتهجمين على الإسلام. يقول لك شو الإسلام ظلم المرأة، حرم المرأة، يعني لم يعطي للمرأة، في حين أن الإسلام أعطاها أكثر مما أعطى للرجل في الإرث. 18 مسألة فيها تتخذ المرأة أكثر من الرجل، ولكن التصرفات ديال بعض الرجال أشباه الرجال اللي غرتهم الدنيا والفتن ديالها خلتهم يعني كيعطيو الصورة على الإسلام أنها الإسلام هو هذا ظلم المرأة، يعتدي على المرأة، يلا أعطيناكم من غتبقاو تتعايروا الإسلام. الله يخليكم، راه اللي دار هذا الشيء راه تيتحمل أول مسألة ديال الظلم، ثم أنك أعطيتي مسوغ للأعداء ليتهجموا على ديننا. فماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ جوج المسائل تقال يوم القيامة: ضيعتي أولادك في حقهم، ثانيا حرمتي يعني أعطيتي الأعداء كيفاش يتهجموا على الدين ديالك. فاللهم اهدينا يا رب العالمين ونخرجوا من الدنيا لا لنا ولا علينا.